بيقولوا لو بتحب شيء بشدة فاتركه، فإن عاد إليك فهو ملكك، وإن لم يعد فهو لم يكن ملكك من البداية. الحقيقة بقى إن أنت لما تحب حاجة بشدة اجري وراها، اجري وراها بكل طاقتك، قاتل الدنيا كلها علشان توصل، حتى لو كانت إشارات الكون كله بتقول لك إن هو مش ملكك. لما تحب حاجة اتمسك بيها، بس خليك حذر عشان هتقابلك أيام سيئة. هتفتكر في الأيام دي إن الاستسلام هو الحل وهو الأفضل ليك، بس إياك إن أنت تعمل الفعل ده، لأن أنت لما توصل للأيام دي يبقى أنت في الحقيقة قاب قوسين أو أدنى من وصولك ليه. خليك قوي مهما زاد حمل الظروف عليك، مهما واجهت من أشياء إنها المفروض تكسرك، اوعى تستسلم وخليك فاكر إن أنت قوي فعلا، لأنك تحملت في البداية وبإمكانك إن أنت توصل لحد النهاية. خليك متيقن إن مع مرور الوقت هتكسر الصلابة، ومفيش أي حاجة في الدنيا مزعجة هتوقفك عن حلمك، ووقوعها مش هيكون مؤثر عليك. لازم تعرف إن المستحيل في الزمن اللي احنا عايشين ده هو إحياء الموتى بس، غير كده ممكن تحققه. اوعى تتشائم بسبب الظروف، لكن خليها تحفزك، واوعى تخلي الفشل يحبطك، لكن خليه يقويك. اوعى تخجل ان انت تتعلم من دروس الحياه، عشان كده خليها تطورك. واياك ثم اياك انك تسمح لعزيمتك انها تنكمش ولاملك انه يثبت. خليك قوي، اقنع نفسك ان انت قوي حتى ولو ضعفت، حتى لو انكسرت نفسك هيغزوك اليأس، واليأس هو النهايه. فما دام اسم الله هو الحي فمن المستحيل أن يميت لك حلما أو يكسر لك حاجة أو تهدم لك أمنية، لأن برضه كان في بطن الحوت كان هناك أمل. هي الحياة فعلا صعبة، بس ده ما يعنيش إن أنت تستسلم. خلي في دماغك دايما هحلم، هوصل، هكون. وإن هزت رياح اليأس مركبنا فحسن الظن بالله ينجينا.